تجربة اجتماعية في اليوتيوب، ادخلوا شاركنا رجاء. السلام عليكم شباب، وياكم مصطفى، اهلا وسهلا بكم بهذا المقطع القصير. اليوم قررت اسوي تجربة اجتماعية، لذلك اتمنى من الكل كل واحد يشوف هذا المقطع يشاركنا بهاي التجربة. اليوتيوب بدا يضرب هواية قنوات بالمشاهدات والمشتركين عربيا وعالميا، وهذا الشيء خلينا ندخل بأزمة، وكما قال خريطينيوس العظيم يجب علينا تجاوز المحنة لا عبور المحنة. ولذلك حابب اشوف هل تنجح هاي الفكره ام لا. قبل كان اليوتيوب يصعد القنوات اذا المقطع مدته طويله فالتايم واتش يصير عالي فالقناه تصعد والمشتركين يزدادون. حاليا اكو نظريه تقول اذا اللايكات والتعليقات كثيره بالمقطع اليوتيوب يصعد القناه، لذلك اتمنى من كل واحد يشوف هذا الفيديو انه يسوي لايك من كل حساباته ويعلق فد 20 تعليق عن اي شيء يحبه. مثلا يقول انا تغديت فلافل وانا احب صبحيه بنت الجيران. وين بعد اكو بنيه اسمها صبحيه؟ واكره استاذ الرياضيات. يعني اعتبر قسم التعليقات بهذا الفيديو هو منبر الحريات اللي تاخذ راحتك به، واذا حصل هذا المقطع القصير على لايكات هوايه وتعليقات هوايه ممكن التجربه تنجح. لذلك اتمنى من الكل يشارك واجركم على الله. وبهاي المناسبه حابب اعلن على السريع عن 3 امور مهمه بالقناه، وهي اني ناوي اغير محتوى القناه. هو مو تغيير وانما اوسع المحتوى حتى يكون انتشار القناه اوسع، يعني محتوى العاب وايضا محتويات تشمل جمهور اكبر، وهذا يخلي القناه ذات محتوى هادف واكيد ممكن يكون له نتائج ايجابيه. فاقترحوا اسماء واجمل اسم اشوفه راح اختاره بالتاكيد، وكل اسم حطوه بتعليق الوحده على مود التعليقات تكثر مثل ما تعرفون. وامر اخر ناوي اسوي مقدمه ثابته للقناه، ايضا نزلوا التعليقات واقترحوا. واخيرا مع تغيير اسم القناه راح اغير الغلاف والصوره الشخصيه، راح احط صوره حضرتنا على الغلاف او على الصوره الصغيره. فعادي تكتب بتعليقات هذا الفيديو منور فد 20 مره، اكيد راح اكون سعيد. وايضا سوي لي لايك على هاي الصوره اللي حاطها بعد فتره من الزمن. وهسه يا شباب احب اقول لكم انطلقوا اخذوا راحتكم بالتعليقات ولتبتدي التجربة الاجتماعية اليوتيوبية.